طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولكم بدنا حيارى والتقطناه مليا، فبدا اليوم جليا من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا ومن النور ارتوينا، برسول الله قري يا ربا يثرب عينا، هبة الله إلينا من يفي لله دينا، وجب الشكر. صلى الله عليه وسلم يفكر في أسلوب جديد لنشر الدعوة، فأخذ يعرض نفسه على القبائل والوفود التي تأتي إلى الحج ويدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم النصرة والمساعدة لتبليغ رسالته بعد أن منعته قريش. وبدأ يدعو القبائل في موسم الحج، التقى ب6 رجال من أهل يثرب فدعاهم إلى الإسلام فأجابوه، وعادوا في العام التالي وعقدت بيعة العقبة الأولى. جئنا من يثرب لبيعك يا رسول الله، نحن 12 رجلا، 10 من الحزب و2 من الحوس. نبايعك يا رسول الله ألا نشرك بالله وألا نشرك وألا نقتل أولادنا وألا نعصيك في معروف الأولاد. وأنا مصعب بن عمير سأذهب معهم لأعلمهم أمور دينهم وأكون بذلك أول سفيرا بالإسلام. وفي العام الثالث عشر من البعثة عاد أهل يثرب إلى مكة. وفي هذا العام يا رسول الله زاد عددنا إلى 73 رجلا وامرأتين. نبايعك أن نحميك وننصرك إن هاجرت إلينا. الرسول صلى الله عليه وسلم يفكر في أسلوب جديد لنشر الدعوة، فأخذ يعرض نفسه على القبائل والوفود التي تأتي إلى الحج ويدعوهم إلى الإسلام ويطلب منهم النصرة والمساعدة لتبليغ رسالته بعد أن منعته قريش. فالتقى ب6 رجال من أهل يثرب فدعاهم إلى الإسلام فأجابوه، وعادوا في العام التالي وعقدت بذلك بيعة العقبة الأولى. جئنا من يثرب نبايعك يا رسول الله، نحن 12 رجلا، 10 من الخزرج و2 من الأوس. نبايعك يا رسول الله ألا نشرك بالله أو لا نسرق أو لا نقتل أولادنا وألا نعصيك في معروف أبدا. أنا مصعب بن عمير سأذهب معهم لأعلمهم أمور دينهم فأكون بذلك أول سفير في الإسلام. وفي العام الثالث عشر من البعثة عاد أهل يثرب إلى مكة. وفي هذا العام زاد عددنا إلى 73 رجلا وامرأتين. ووعدك يا رسول الله أن نحميك وننصرك إن هاجرت إلينا.